بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل غدا جميل، هنعمل المبكبكه بالجمبري بطريقه سهله وبسيطه ان شاء الله باذن الله. وطبعا المبكبكه بالجمبري دي طعمها حلو قوي كلها، يعني في الاول اول ما شفت الطريقه كنت مستغرباها، بس لما جربتها بجد بجد لذيذه. اتمنى تجربوها ان شاء الله باذن الله. معانا كده شيف شقوطه انا ضربته وصفيته، وثلاث حبات بصل قطعتهم ناعم، ومعايا زي 5 أو 6 فصوص توم نعمهم برضو. ومعانا كده بقى الجمبري انا فتحته بالشكل ده يا حبيب قلبي. طلعت بقى الرمل، كيس الرمل بيبقى هنا بيبقى خطير خالص وما ينفعش طبعا نعمله بيه عشان خاطر بيأذي الكلى وكده. غسلتها حلو خالص، غسلته كويس خالص. ومعايا 3 معالق صلصه و3 قرون شطه مبكبكه، يعني شطه بقى لازم تبقى حراقه شويه كده. ومعايا بقى معلقه ملح ونص معلقه بابريكا وربع معلقه فلفل ومكعب مرق، والمرق ده اختياري يعني عادي خالص، لو مش عايزه تحطيه مفيش اي مشاكل، بس احنا بنعزز الطعم مش اكتر. نروح بقى كده على البوتاجاز ومعانا الحله بتاعتنا. انا بقى البوتاجاز بتاعنا يا حبيب قلبي، وحطينا الحله نحط كده معلقتين زيت، وهننزل كده بقى بالبصل بتاعنا. طبعا هندي بقى كده البصل تقليبه، ندي البصل كده تقليبه، مش هنديله لون ولا اي حاجه، هندبله بس كده ونشوف هنعمل ايه تاني. البصله كده يا حبيب قلبي زي ما انتم شايفين. هننزل بقى بالثوم بالشكل دوت، ندي بقى تقليبه واحده بس بسيطه كده للثوم. اول ما نشم ريحته كده نشوف هنعمل ايه تاني. الثوم بتاعتنا طلعت بقى يا حبيب قلبي بالشكل ده. هننزل بالجمبري بتاعنا، وطبعا غسلينه كويس، واهم حاجه ان احنا شلنا كيس الرمل بيبقى ورا دوت. نديله بقى تقليبه حلوه خالص كده. طبعا انا عامله كيلو جمبري، هعمل كيلو بتاع مكرونه معاه. على حسب ما انت عايزه، ممكن تعملي نص وتعملي نص مكرونه بس، عادي يا حبيبتي، يعني على حسب افراد العيله. جبناه بقى كده حبيب قلبي تقليبه بالشكل دوت. لما خد اللون ده هننزل بقى بمكعب المرق والملح والفلفل. البابريكا مش هننزل بيها دلوقتي. نقلبه بقى تقليبه حلوه كده، ونسيبه بقى كده مع البهارات بتاعته كده ياخد طعم، وهنشوف هنعمل ايه تاني. تمام خلاص على الجمبري، طبعا ريحته حلوه قوي. هنخرج بقى الجمبري، ومش بياخد سوا كتير. هنخرج بقى الجمبري بتاعنا، بس طبعا هنسيب بقى الصوص دوت كده. طبعا بقى الاكله ديت ترجع لحبايبنا كده واخواتنا الليبيين، اكله حلوه قوي، وعامه باللحمه بتبقى جميله خالص. هنعملها برضو ان شاء الله باذن الله مع بعض. كده شكل الجمبري بقى، ولا ريحته فظيعه بجد. اتمنى تجربوا الطريقه دي حبايب قلبي. الصوص بتاعنا بقى بالبصله بالبهارات بحاجتنا الحلوه دي. هننزل كده بقى بالقوطه اللي احنا مصفيينها كده. طبعا بقى معانا كده 3 معالق صلصه، وانا مش بحب اشتري الصلصه من بره عشان نودي الحافظه واولادنا، واحنا قلنا بقى نحاول على قد ما نقدر نحافظ كده على اولادنا بحاجات البيت الجميله. انا مسبكاها وشايلاها في الفريزر. هننزل كده ب3 معالق عشان نعزز اللون. ندي تقليبه بقى كده، هنغطي عليها بقى ونسيبها تتسبك كويس، وبعد كده نشوف هنعمل ايه حبيب قلبي. دلوقتي حبيب قلبي اتسبكت معانا طبعا زي ما احنا شايفين كده. معانا بقى كده ميه بالكتل مغليه. هننزل بقى كده بميه مغليه معايا، يعني قيمه رتل وشويه كمان. لازم الميه تكون مغليه عشان تغلي بقى معانا كده. هننزل بقى في الوقت دوت بالبابريكا بقى، دي طعم بطن بقى الملح بتاعنا وكل حاجه تمام. هننزل بقى كده بالمكرونه بالشكل ده، نديها بقى تقليبه
وطبعا ظبطنا الملح دوت بقى ذوقيات كده يا حبيب قلبي، كل واحد وذوقه. يعني في ناس بتحب الحاجه دلعه شويه، وفي ناس بتحبها مظبوطه كده. اهم حاجه تظبطي الملح بتاعك، وناخد بالنا ما نعليش الملح قوي عشان خاطر البنوتات بقى اللي لسه متجوزين وكده، نحافظ على الملح على قد ما نقدر عشان الغلطات دي بيقع فيها بنات كتير. الحاجه العاتبه ممكن نعالجها ان احنا نظبطها، بس الحاجه اللي طالعه في الحوض قوي ملهاش اي علاج خالص، هنغطي عليها بقى ونسيبها تاخد كده 3 4 غلوات مع بعض، يعني مع بعضها، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. دلوقتي بقى هننزل كده حبيب قلبي بالشطه بتاعتنا، هنشوف كده اخبار المكرونه ايه ندي تقريبا. طبعا الريحه بسم الله ما شاء الله، طبعا تشويحه الجمبري اللي في الاول دي واخدين الصوص بتاعه بقى والطعم حكايه. وطبعا الجمبري يعتبر كده خد سوا، يعني هنديله بس ايه سوا بسيط خالص كده، بس بعد المكرونه بتاعتنا لما تحس ان هي دخلت في السوا هننزل بيه. وتفتكروا بقى حبيب قلبي هما ليه سموهم بكبكه؟ حد عارف؟ لو عارفين بقى اكتبوا لي ان شاء الله باذن الله في التعليقات كده يا حبيب قلبي، عشان هي بتبكبك كتير كده، انا مش عارفه بصراحه ليه سموها كده. حبيب قلبي كده هنعري على المكرونه بتاعتنا زي ما احنا شايفين كده. طبعا هي فاضل لها بالظبط دقيقتين 2، هنحط بقى الجمبري، لان الجمبري بتاعنا بقى في التشويحه الحلوه سيبناه شويه استوى. هننزل كده بالجمبري، يا سلام يا سلام. هندي بقى تقليبه حلوه خالص كده. طبعا الريحه جامده، الطعم ان شاء الله باذن الله احلى كتير. انا ظبطت الملح بتاعي، لقيتها محتاجه شويه ملح حطيت. طبعا يعني اي حاجه بنعملها لازم ندوق الملح بتاعنا ولازم نظبطه. شايفين كده جميله خالص. هنسيبها بس يعني 5 دقايق بالظبط كده، ونطفي بقى عليها وننزلها كده في الصينيه. ودلوقتي حبيب قلبي كده خلصنا اكلتنا الحلوه الجميله زي ما انتم شايفين. طبعا مش محتاجه بس اي حاجه خالص غير المعالق وبس. دلوقتي حبيب قلبي بقى هننزل كده المبكبكه بتاعتنا. يا سلام يا سلام، ولا الريحه حاجه بصراحه حلوه قوي بالشكل ده. طبعا شايفين الجمبري، وطبعا سهل خالص بقى لما فتحنا الظهر بتاعه كده بالشكل دوت، يبقى سهل بقى في الاكل بتاعه، والطعم حكايه، والريحه والله العظيم جميله قوي. اتمنى تجربوها ان شاء الله باذن الله. وده كان غدانا، وده طبعا غدا المستعجلين. اكله سهله وخفيفه ومش بتاخد وقت خالص، وفي نفس الوقت ايه بتتعمل في حله واحده، فمش هنقف ولا نغسل اطباق ولا اي حاجه خالص. اشوفكم على خير يا حبايب قلبي ان شاء الله باذن الله، فيديو جديد في مطبخ موجودي. اتمنى الدعم ان شاء الله باذن الله واللايكات الحلوه، ربنا ما يحرمنيش منكم ابدا يا حبايب قلبي. وان شاء الله باذن الله كل يوم جديد في مطبخ موجودي. اشوفكم على خير، باي.